لا اسمح إلى يوم الدين. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أذاني وبالخصوص هو. السلام عليكم. اليوم جيت نعاود لكم القصة ديالي. أنا حورية، العمر ديالي 27 سنة، وهذه هي القصة ديالي. عارفاكم غادي تلوموني، عارفة شي وحدين غيقولوا لي تستاهلي انت اللي درتي هذا الشيء، ولكن سمعوني سمعوني بقلبكم ماشي بعقلكم، وحطوا يعني راسكم بلاصتي. أنا كي قلت لكم المهم العمر ديالي 27 عام، تخطبت لواحد الإنسان اللي كان كيبان لي بأنه هو إنسان معقول، كان كيقول لي بزاف ديال الهضرة وكنت كنتيقها. تقولوا سذاجة قولوها، تقولوا مكلخة قولوها، اللي بغيتو تقولوه قولوه، ولكن أنا ما بغيتكمش أنكم تحكموا عليا، يعني كي قلت لكم أولا تخدموا عقلكم أولا تقولوا أنا اللي مكلخة نستاهل. المهم كي قلت لكم تخطبت بهذا الإنسان، فاش تخطبنا ممكن كلشي مزيان، من بعد الخطوبة هكايا يعني بواحد الشهر ولا كيتشكى لي كيقول لي يعني انا راه صافي الخدمه غادي تضيع مني، الاحلام ديالنا ما غاديش نديروها، يعني بزاف ديال الحوايج بحال هكا. وانا ما كنت كنلقى ما نقول ليه وما كنت كنعرف ما نقول ليه. ما عمرو ما قال لي الصراحه، ما عمرو ما قال لي الصراحه عطيني، انا اللي قلتها، انا مني لراسي قلت له شحال خصك، لان كان كيتشكى لي هكايا بزاف وكيقول لي ما عنديش خصني، يعني أحلامنا أنا وياك ما غاديش يكملوا على هاد القبال هكا صافي، يعني أنا وياك غادي نفسخوا الخطوبة ديالنا، أنا وياك ما غاديش نكملوا بحال هكا، هضرة بحال هكايا. المهم كيف قلت لكم ما تلومونيش، أنا كنت ثايقة فيه لأنه هو كان كيقول لي شتي نعرف نحيد شي حاجة من الجسم ديالي يعني ونعطيها ولا نبيعها ولا ونرد لك فلوسك، ملي كنت يعني كنقول له شحال بغيتي. عطيتو النوبة الأولى، عطيتو 40,000 ريال، قال لي غادي نخلص بها شي حوايج اللي ناقصيني، وما كنت كنقولها لا للأم ديالي لا للأب ديالي لا لخوتي لا لتا واحد بطبيعة الحال، كون كنت قلتها لهم كون ما عرف شنو داروا لي وعلقوني من سميتو حتى دابا مازال ما قلتها لهمش. المهم عطيتو النبلولة كي قلت لكم 40,000 ريال، دازت هكا واحد 15 يوم ولا عاود يتشكى لي وانا خصني وانا المصاريف كثار، ولا لقيتي لي وانا صافي غادي نخرج من هاد الخدمه وانا صافي عييت وانا. أنا كنت كنشوف ما نكدبش عليكم نقول لكم الحقيقة، كنت كنشوف بأن هاد الإنسان هو اللي باغي نكمّل معاه حياتي، كنت كنشوف بأنه يعني واحد الإنسان أنا ما باغاش نفرّط فيه، وهو تيقول ليا بأن الخدمة إلا خلاها صافي يعني مشروع الزواج ديالنا صافي سالا. بحال اللي تقول شدّني من هاد النقطة هادي ربما، ما عرفتش واش كنت النية واش كنت شنو كنت طامعة فيه إنه زعما إنه يتزوجني ما عرفتش، ولكن أنا كنت كنقول يعني بهاد التعامل اللي كنتعامل معاه وإني كنعطيه يعني غيقدّرني، غيحطني في واحد المرتبة اللي كبيرة، هاد الشي شنو كنت كنقول أنا مع راسي. زيد على ذلك أو لمعلوماتكم أنا ما كنتش خدامة، أنا ديك الفلوس كنت كنجمعهم ريال بريال، كنت كنحرم راسي يعني من اللباس ومن شحال من حاجة، لأن خويا كان كيدوّر معايا، الأب ديالي كان كيعطيني لأن عارفينّي إني ما خدامة ما والو، يعني كانوا كيعطيوني كاع داك الشي اللي خصني زعما هاكا نشريهم، أي حاجة زعما بغيتها نتاع داك الشي نتاع البنات راكم كتعرفوا، ولا أي حاجة زعما إلا خرجت ولا شي حاجة، يعني يكون عندي الفلوس في جيبي وزعما نصرف منهم. قلت لكم كنت كنحرم راسي من شحال من لبسة كنت كنبغيها وكنت كنقول لا خلي هاد الفلوس غنحتاجهم، كنت كنحرم راسي بعض الخطرات يعني المركوب ما كنتش كنركبو باش ديك الفلوس يعني كنقول زايدين فيا ديك، تخيلوا أني كنت 3 دراهم تنقول زايدة فيا ديك 3 دراهم وكنت كنحطها ونمشي على رجلي، يعني واخا تكون الشمس واخا تيكون يعني الصهد ولا شي حاجة، وكنقول معليش هاد الفلوس كنت يعني لأنك قبل ما نتخطب ليه كنت باغا زعما ندير شي مشروع ولا شي حاجة باش نبدل به الوضعية ديالي. هو ما كانش عارف بأن عندي الفلوس الصراحة ما نكدبش عليكم، وما كانش عارف كاع شحال عندي، غير كان كيقول لي بحال هكاك واش كان كيشوفني شنو غادي نقول له، ولا كان عارفني لأن قراني وفهمني يعني عرفني بأني ما غاديش نخليه منين يقول لي بحال هكاك، ما نكدبش عليكم ما عرفتش. المهم ما نطولش عليكم ندخل لكم نيشان زعما هذا نسرب لكم هكايا الأحداث. القضية هادي تستمرات، عطيتو النوب الأولى كي قلت لكم، وعطيتو النوب الثانية، عطيتو النوب الثالثة، المهم وليت هذا من بعد وليت كنعطيه هكا، عطيتو 60 يعني عطيتو 20 40 60، وليت عاود عطيتو 20، حتى واحد المرة شفت بأن المبلغ كبر، ما بقيتش قادرة يعني وصل لواحد المبلغ اللي كبير بزاف، حطيت وقفت مع راسي كنقول دابا هذا شنو، شكون اللي خصو يصرف على شكون، واش هو اللي خصو يعطيني ولا أنا اللي بنت اللي خصني نعطيه وأنا ما خدامة ما والو، هو ها الخدمة ما عرفت شنو تيتشكى ليل ونهار وتيقول لك ما كاين والو، هاد الفلوس فين كيديرهم. قررت أني ما غادي نعاود نعطيه حتى ريال واخا يقول لي اللي قال لي، فعلًا داك الشي اللي طرا. المهم
لحقاش هو كان كيدوز هكا واحد السيمانه 15 يوم وتيعاود يولي يجي ويتشكى عليا ويبقى عليا لا ما كاينش، وملي ما كان يعني ما كنبغيش نعطيه ولا كنقول له واخا نشوف ولا شي حاجه الاسلوب ديالو كيتبدل معايا، ما كيبقاش كيف ما يعني كيتعامل معايا مزيان. فاش جا عندي هاد المرة وبقى كيتشكى عليا ويقول لي أنا ما عنديش وانا ما عندي زهر لا في خوتي لا حتى واحد ما عقل عليا، وغير نتي الصراحة ما نساش خيرك داكشي اللي درتي فيا. المهم كيقول لي بحال هكايا. قلت له اسمح لي ولكن أنا الفلوس كاملين اللي كانوا عندي عطيتهم لك، وقلت له ونزيدك آخر مرة راني تسلفت باش زعما نعطيك هاد الفلوس هادو باش يفهم راسو زعما ويرد لي الفلوس اللي تسلفتهم. قال لي ياك حتى نتيا يعني ما بقيتيش باغا تسنديني حتى نتيا تخليتي عليا. كيفاش تخليت عليك ولد الناس ما عرفتي شحال عطيتك ولا؟ المهم قلت له فهمها كيما بغيتي تفهمها، انا صافي داكشي اللي عندي عطيته لك وكي قلت لك راني تسلفت باش نزيد نكمل لك ديك الفلوس هادوك. تخيلوا قطع عليا، كنا كنهضروا انا وياه في التليفون، تخيلوا قطع عليا وصيفط لي ميساج قال لي من اليوم ما تعرفيني ما نعرفك. قلت له وقيلا هذا في ساعه غضب او لحظه هكا غضب كيقول هاد الهضره هادي. سنيت النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث سيدي يهضر ما هضرش. فاش بغيت نهضر معاه كنلقى بان سميتو التليفون يعني صونيت عليه باش غادي نهضر، كنلقى بان هو دار لي بلوك ولا ما عرف المهم ولا بدل النمره ولا ديك الساعه ما عرفتش شنو دار. مشيت صونيت من النمره ديال الام ديالي لقيتها كتصوني، قلت اذا دار لي بلوك. المهم صونيت عليه من النمره ديال الام ديالي قلت له شنو هاد الفعايل هادي ماشي زعما هادي ماشي تصرفات هادي ماشي رجوله، يعني مادام انت صافي ما بقيتيش باغي تكمل ومنين انا ما بغيتش نعطيك على الاقل رجع لي فلوسي. صاحبكم جاوبني ما جاوبنيش، قرا داكشي اللي كتبت له وصافي نخني. صافي درت له بلوك انا من التليفون ديال الام ديالي ورديت لها التليفون ديالها. بقيت جالسه كنفكر كنقول شو دابا هذا، يعني ملي كنت كنعطيه كنت زوينه وكنت مزيانه وكنت مسنده، والنهار اللي صافي انا شفت راسي بان هي كنعطي ما كاينش المقابل شنو دار ليا. تخيلوا بلوكاني من جميع مواقع التواصل الاجتماعي. فاش دخلت قلبتهم حاجه لقيتو كلهم بلوكاني منهم، صافي ما بقاش عنده فيا نفع، شنو غادي يدير بيا؟ المهم بقيت انا محتاره ما عارفاش شنو غادي ندير. صونيت على الاخت ديالو قلت لها زعما خوك شنو مالو، يعني هادي راه كنهضر معاه ما كيجاوبنيش شنو كاين؟ قالت لي ما عرفتش. قلت لها شنو كيفاش ما عرفتش؟ قالت لي نجيك نيشان. قالت لي خويا ما بقاش باغي يكمل معاك. قلت لها كيفاش؟ قالت لي كيما كتسمعي خويا راه قال بان ما بقاش باغي يكمل معاك، وانا الصراحه ما عنديش الوجه باش غادي نصيفط لك. راه قالها لي زعما انا كلفني بهذا الشيء نقوله لك، ولكن انا ما كانش عندي الوجه اللي غادي نصوني لك ونقول لك هاد الهضره هادي. تخيلوا البنات عرفتي ما بقاش فيا انه مشى يغور في 60 داهيه، ولكن اللي بقى فيا انه هو حسيت انه هو شمتني، حسيت انه هو يعني ضحك عليا، حسيت بواحد القهره، حسيت بواحد لا يحس شي مسلم داكشي اللي حسيت به. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ يعني احساس خايب. وزيد عليها بقى داكشي يعني بيني وبين راسي ما قادره نقولو لتا واحد، ما قلتو لا لصاحبتي لا لخوتي لا الام ديالي لا الاب ديالي. شنو نقول لهم؟ نقول لهم ضحك عليا وهو مشى وخلاني؟ شنو نقول لهم؟ نقول لهم استغلني دا لي فلوسي؟ شنو نقول لهم؟ ما غاديش يلوموه هو، غيلوموني انا بطبيعه الحال. أنا ما كنتش زعما كندير هكاك لإن كنت زعما باغا إني نتزوجو ولا شي حاجة، لا كنت زعما كنقول إني نكون بنت الناس، إنه هو يقدّرني. هاد الشي شنو كنت كنقول مع راسي. شتي وكون كنصيفط لي أنا دابا دائمًا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه وبالاسم، دائمًا كنقولها، كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وما عمرني ما نسامح له. شتي تكون خطوة بينه وبين الجنة ويكون إن المسامحة ديالي هي اللي غتدخلو الجنة، ما غاديش نسامح له. ماشي على الفلوس اللي داهم، الفلوس كيمشيو وكيجيو، ولكن على الأحاسيس اللي عيشني فيهم، على ديك الشي اللي كنت يعني حتى الثقة ما بقاش كيخليني إني نثق في الناس. فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ شوفوا أنا شتي كنقول مع راسي وأنا صادقة في هاد الهضرة. شتي كون كان جا وجلس معايا وقال لي سامحيني بنت الناس وحسيت بأن الندم خارج من قلبو، كون كان صفا يعني قلبي صفا من جهته وسامحتو ودبر راسو واخا ما غاديش نتزوجو، نقول له الله يسهل عليك والله يعطيك شي بنت الناس اللي تستاهلك يعني وتستاهلها. ولكن أنا حسيت أنه هو كان غير كيستغلني. النهار اللي وقفت إني نعطيه الفلوس، النهار اللي سسني وقال لي يعني ما عندي بك ما ندير. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ ما بغيتكمش تطيحوا في الغلط ديالي. كاين اللي يستاهل وكاين اللي ما يستاهلش، حنا ما كنعمموش، كاين ولاد الناس وكاين كلشي، ولكن ما تطيحوش في الغلط ديالي باش ما تندموش هاد الندم اللي انا ندمه. وما عمرني كنظن اني غادي نسامح راسي لاني غلطت غلطه بحال هكايا.